يا مساء الجمال على كل حبايبي اللي مشرفيني النهارده في الفيديو. انا النهارده طالع احتفل معاكم ب6 سبسكرايب على القناه. سيبنا بقى من ده. النهارده معانا شخص قدر يحول التحديات المجنونه والهزار والضحك لملايين من المشاهدات والدولارات. شخص قدر يوصل لقلوب ملايين كتير قوي من الشباب في مصر وفي الوطن العربي. طب تفتكروا بتكلم عن مين؟ ما اكيد باين في العنوان بتاع الفيديو. ايوه بتكلم بالظبط عن الظاهره اللي اسمها عمر شاور، واحد من اكتر اليوتيوبرز اللي مثير للجدل، وواحد من اكتر الناس اللي بتحقق مشاهدات على اليوتيوب. ايوه لا 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 ويكي صنع الموضه لكن انتوا عيال قلوده. بس السؤال هنا، هل هو مجرد واحد بيعمل فيديوهات الناس بتحبها ومسليه، ولا وراه حكايه اكبر بكتير؟ بس هو حكايه وراها اسرار وتحديات وتفاصيل يمكن اول مره هتسمعوها. مستعدين؟ انا جاي لكم النهارده عشان نكشف الستار عن ملك الترندات. رحله عمر شاور من البدايه لحد ما بقى اهم واحد من صناع المحتوى في مصر. كتير مننا يعرف عمر شاور اللي بنشوفه دلوقتي، شخص مليان طاقه وبيعمل تحديات مجنونه ومش متوقعه، وبيصرف فلوس ضخمه جدا على فيديوهاته. بس السؤال هنا، ازاي بدأ كل ده؟ لكن الحقيقه ان عمر ما كانش مركز على محتوى معين في فيديوهاته، كان بيعمل اي حاجه. كانت فلوجات بسيطه، تحديات مع اصحابه، لقطات عفويه، ما كانش فيه الفورمات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بدايته كانت محاولات شخصيه بسيطه جدا بعيد عن الاضواء اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بس تفتكروا ايه اللي يخليه يسيب كل حاجه ويركز في اليوتيوب؟ هو ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي. نقطة التحول اللي في مسيرة عمر شاور انه قرر يركز على التحديات، بس مش اي تحديات كان فيها مغامرة وكان فيها جنان، في وقت كان محتوى اليوتيوب المصري لسه بيتطور. ولعلمكم عمر شاور من اول اليوتيوبرز اللي رفعوا سقف التحديات في مصر، وبدأ يظهر في الفيديوهات بميزانيات ضخمة ورهيبة. تفتكروا مستر بيست كان مثله الاعلى؟ مش مهم، عمر شاور يعني تحدي مستحيل، وده اللي خلى الارقام بتاعته تتغير بسرعه، والقناه بتاعته بدات تكبر بشكل مجنون. عقبال قناتي. بس تفتكروا ايه السر اللي في الطاقه اللي موجوده في الفيديوهات بتاعته كلها؟ بس اللي لازم تعرفوه ان الفيديو اللي مدته 10 دقايق و15 دقيقه اللي احنا بنشوفها دلوقتي مش مجرد كاميرا بتتفتح وبنصور. بس عمر شاور بيتعب جامد في فيديوهاته، ما بين تخطيط وما بين تصوير وما بين مونتاج، لانه قرر ان فيديوهاته تبقى بجوده عاليه طول الوقت. وطبعا ده ما بيجيش بالساهل، بس المفاجاه ان وراه فريق عمل بيعمل معاه كل حاجه، ما بين مونتاج، ما بين مونتير. بس من ذكاء عمر شاور انه بدا يطور في محتوى التحديات، انه يخلي كل فيديو مش شبه اللي بعده. بس تفتكروا واحد بالنجاح ده بيخلص الفيديو بتاعه مثلا في ساعتين 3؟ اكيد لا، ده بياخد منه اسبوع ويمكن ياخد منه شهور عشان ينتج فيديو واحد. بس من ذكاء عمر ان هو بيعرف يسمع جمهوره، بيعرف هم عايزين ايه وبيشوف الترند وبيمشي وراه. بس اللي يتحسب له انه بيعرف يعمل ده وبيحط بصمته فيه. اللي احنا لازم نعرفه ان اي يوتيوبر بيوصل لنجاح عمر شاور لازم بيقابل انتقادات وبيقابل مشاكل، وده طبعا بسبب بعض التحديات اللي بيعملها او المقاطع اللي مثيره للجدل اللي احنا بنشوفها. ده ما يمنعش ان في فيديو واحد لعمر شاور ممكن يغير مود الاف من الناس. بعد كل النجاح اللي عمر شاور وصل له، هو بس مش بيقف عند ده، بل بالعكس هو بيفكر دايما في الخطوه اللي جايه. في النهايه عمر شاور مش مجرد يوتيوبر بيعمل فيديوهات للتسليه، الحقيقه هو ظاهره بتعكس قوه الاعلام الجديده. ازاي شاب عنده حلم واصرار قدر يحقق نجاح كبير ويأثر في ملايين من الناس، ورحلته بتورينا ان نجاحه ما بيجيش بالساهل. واسمعوها من باجوري، انا باكد لكم لان انا بتعب كتير قوي في فيديوهاتي. بس الرسالة اللي عمر شاور بيقدمها لنا إن الحياة عبارة عن تحديات كبيرة ولازم نقف قصادها بكل طاقة. وأنا بأكد لكم إن الحياة محتاجة لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، فما تبخلش علينا بده. يلا بينا.